طيبة وحية، مرحبا بالعيد يانا يا حلاها من هدية، هدية مرحبا بالليلة فانا ألف. أيها الحضور الكريم، إطلالة العيد في عيون الأمة الإسلامية وفرحته تبرز الوجه الحقيقي لفرحة الرجل المسلم من خلال إحيائه لمشعر إسلامي عظيم وما يسبقه من عمل لا يرجو من ورائه سوى المثوبة والأجر من الله، ويختتم شهره المبارك بدفع الزكاة ويستمر به الطيب من تواصل وترابط أثناء فترة العيد، وتخرج البسمة على الشفاه ويعم الابتهاج بوجه الجميع. كل هذه المميزات الجميلة والطيبة لا تظهر صورها جليا وعلنا سوى في فترات الأعياد التي حث عليها الدين الإسلامي، فهي أفراح عامة وشاملة للأمة الإسلامية. ها نحن اليوم نحيي تلك الشعيرة الإسلامية ونلتقي بكم أيها الأحبة في حفل معايدة شبكة ومجالس قبائل فهم، وكل عام وأنتم بخير. القرآن الكريم حبل الله الممدود وعهده المعبود وصراطه المستقيم وظله العميم، حجته الكبرى ومحجته الوسطى، واضح سبيله وراشد دليله، من استضاء به أبصر وربى ومن زاغ عنه ضل وكبى. آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعنا الأكثر. وائل بن ضيفر والفهمي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. ليس الكواكب تدنو لي فأنظمها عقود مدح فما أرضى لكم كلمة، محلكم شاهق ومجدكم سامق، هامة الشرف وناصية العطاء وجبين البذل وعليل الكرم، أوفى الناس ذمما وأكرمهم شيما وأبعدهم همما. حفلنا الكريم كلمة ترحيبية يتشرف بإلقائها مؤسس شبكة ومجالس قبائل فهم ومديرها العام الأستاذ حسن بن يحيى الفهمي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى صحابته إلى يوم الدين. وبعد، السادة مشايخ وأعيان قبائل فهم، أيها الحضور الكريم، إني تساءلت قبل العيد ما العيد، وحار فكري ومن حول الزغاريد، وبالمحيا بدت حرب وقائعها، في الفكر ديدنها نفي وتنديد، وحينما كلت الرايات وانتصرت جحافل الحق تسقيها الأغاريد، عرفت معنى العيد لا أغيره وليس يدخله شك وتفنيد. العيد عندي أن تبقى قوتنا فلا يقدرها هم وتسهيد. أيها الحفل الكريم، كل عام وأنتم بخير وعساكم من عواده. العيد يوم فرح وسرور، العيد مناسبة المسلمين ويوم تتويجهم بالفوز العظيم. العيد وقت مستقطع من أعمالنا نغتسل فيه من أعباء الأمس ونزرع فيه أمنيات الغد. العيد فرحة وصل لمن قطع، تتسابق فيه النفوس للخير، شعارها الوصل والتواصل لتبادل المحبة قولا وفعلا. نرحب بكم في حفل المعايدة لأعضاء شبكة مجالس قبائل فهم الرسمية. نرحب بكم في محفل جمع الأفئدة على الخير ودعا للوصل والتواصل بالمعروف. نرحب بكم في ملتقى الإخاء وبستان البهجة والسرور. أيها الحضور الكريم، إن شبكة ومجالس قبائل فهم تسعى جاهدة للتغيير، فمنذ تأسيسها قبل 3 أعوام
وهي تكرس جهودها في تحريك عجلة التغيير للأفضل. تمثل ذلك في الحفاظ على الإرث التاريخي لقبائل فهم من الاندثار، حيث تم جمعه وتنقيحه وإعادة نشره موثقا بالمصادر والمراجع بجهود كوكبة من الباحثين من أبناء قبائل فهم. كما أخذت على عاتقها جمع شتات مثقفي أبناء قبائل فهم ليجتمعوا تحت سقف واحد، الكاتب والشاعر والناقد والباحث والعالم والمحتسب والرياضي، فازداد الترابط الاجتماعي بينهم، وذابت الفوارق القبلية المقيتة، وتأصلت المحبة والإخاء والتعاون المثمر والجاد لمبدأ التغيير الناجح. لقد نجحت شبكة مجالس قبائل فهم في إحداث تغيير في مجتمعها، حيث اهتم الكثير من أبناء قبائل فهم باقتناء أجهزة الحاسب الآلي العصرية والتعرف على هذا العالم الذي انبثق منه شعاع النور. وكرست الشبكة جهودها في المشاركة بالفعاليات العامة الوطنية والخاصة، فكانت نبراسا للفكر وقلعة شاهقة بأقلام كتابها ومنتسبيها. كما خرج من هذا الأصل الثابت فروعا أخرى مختلفة من المواقع التي اقتبست النور من هذه المشكات. أيها الأحبة الأكارم، إن هذه الشبكة المباركة أطلقت حملات وطنية وتوعوية رعتها المؤسسات الخيرية والدعوية بقرى قبائل فهم، مشكورة لإيمانها الجازم بنجاعة الأفكار التي تسهم في بناء المجتمع. كما أن شبكة مجالس قبائل فهم تتفاءل بالغد المشرق، وتتمنى أن ترى أبناء قبائل فهم اليوم يقتدون بأهل الريادة في العصور السابقة من إخوانهم الذين كان لهم السبق في صناعة التغيير من علماء وفرسان ودعاة وقضاة سطروا مجدا لا يزال يذكر في مجلدات الكتب. وهنا الأمل لن يتحقق إلا باتباع خطوات التغيير، والتي تبدأ بالإدراك التام لمدى احتياجك إلى هذا التغيير وضرورته، لتنتقل من وضعك الحالي الذي لا ترغب فيه بالاستمرار والعيش بين جدران سجن الحالة التي تعيشها، إلى رغد العيش في أكناف حالة جديدة وواقع آخر ترنو إليه. أما الراضون بواقعهم الفرحون بحالهم فلا تتوقع منهم حراكا أو تنتظر منهم تغييرا، حيث أن شعارهم الله لا يغير عليهم. ويأتي ثاني خطوات التغيير إيمانك الجازم بإمكانية حدوثه، والذي تنشده وأنه لا مستحيل أبدا إذا صدقت النوايا وبذلت الأسباب. والناظر المتأمل في الإنجازات البشرية على مستوى الأمم والأفراد تتضح بجلاء أمامه هذه الحقيقة: إنك إذا آمنت باستحالته فلن تقدر عليه ولو كان في متناول يديك، ولن تصل إليه ولو كان أقرب إليك من شراك عليه. أما ثالثها فهو يقينك بأن مسؤولية إحداث التغيير هي مسؤولية فردية تقع على عاتقك أنت، فلا تنتظر من الغير أن يجهد ويناضل من أجلك غير من آمن بنظرتك وأيقن بجدواها. وأما أصحاب النزوات اللحظية والرغبات الآنية المعتمدون على ضربة حظ تغير واقعهم، فلا تنتظر منهم تغييرا ولو كثر كلامهم وطالت أعمارهم. من هذه المنطلقات الثلاث للتغيير سنزيل كثيرا من العوائق التي تحول دون تحسين الوضع المعيشي للفرد في مجتمعنا الصغير القبيلة، وسيتحقق بذلك مبدأ التكافل الاجتماعي تحت مظلة واحدة. كما سيكون هذا التغيير سببا لإظهار التميز بمختلف أشكاله في فن الإدارة والمعرفة والأدب والشعر والرياضة وغيرها. كما سيكون هذا التغيير سببا لإظهار التميز وتنمية الأسرة وطرق التربية الصحيحة التي تزرع في شبابنا روح الطموح والرقي وشحذ الهمم. وهذا لا يتحقق إلا باستقرار الأسرة ومعرفتها بواجباتها الشرعية. كما أن التغيير سيقضي على بعض السلوكيات الخاطئة، ومنها التمييز بين أفراد القبيلة بالتفاخر بالجاهلية المنتنة وازدراء المرأة وهضم حقوقها التي كفلها الشرع. فها هي رياح التغيير تأتيكم مواتية لكم، فاشحذوا الهمم واستعينوا بالله، ولنبدأ لبنات التغيير بأنفسنا بتطهيرها من الشحناء والبغضاء للمحبة والألفة، ولنبدأ في بناء مجتمعنا كلا على قدر سعته، فالشيخ بحكمته وسلطته، والتاجر بماله وجاهه،
والشاعر بشعره، والمعلم بعلمه وقلمه، والمحتسب بعمله وجهده، والعاقل بطاقته وقوته، حتى نبلغ المرام وتتحقق الأحلام، وهذا والله ليس علينا بالعسير. أيها الحفل الكريم، قبل الختام ها هي الكلمات توشحت رداء التقدير والاحترام. هنا حيث للتميز وقته، إن كان للنجوم أفلاكها وللبحر درره وأصدافه، فإن للتميز أهله ورواده. في هذا المساء يسر إدارة شبكة ومجالس قضائه فهم أن تمد يد العرفان لأهل التميز وصفوة النجاح، وأن نلحق الفضل لأهل الفضل، تلك العقول النيرة التي ارتضت النجاح نبراسا لها فسعت إليه وسعى لها. نتشرف في هذا المساء بالتعرف على من اجتهد فأصاب، وعمل فأجاد، وسعى باجتهاد لخدمة دينه ووطنه وعشيرته. سنكون على عهد من الوفاء وثيق، وقلب من إحساس الصدق والإخلاص للصيف، فمهما بلغت كلماتنا مداها وحاكت السماء في علياها، يظل الوفاء لغة أصدق وأنبل، وفاء منا لمسيرة عمل حافلة بالعطاء قضيناها معا في ملتقى الفكر بين جنبات شبكة ومجالس قضائل فهم، حيث سيتم الليلة تكريم نخبة من أبناء قضائل فهم لجهودهم في دعم مسيرة الشبكة. وهذا التكريم ليس إلا ثمرة عطائهم وبذلهم، وإن كنا نرغب في تكريمهم بما يليق، ولكن نرجو منهم أن يعذرونا في التقصير. ختاما نتوجه بالشكر لكل من شاركنا في هذا المساء بالحضور، مشايخ وأساتذة وأعضاء، وشكرا لمن دعم وساهم، شكرا لكل مبدع ومتألق، شكرا، ونتمنى لكم التوفيق والنجاح في حياتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضورنا الكريم المبارك، هنا للشعر مجال ولبدر ذي تجل واحتمال. قصيدة بهذه المناسبة يلقيها الشاعر سعد بن كامل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وانتم بخير إن شاء الله. الليلة الفرحة لها عندي أبعاد، من بعد ما شاهدت حلمي حقيقة وأعلنت تفسيره على كل الأشهاد، هذا اللقاء حلمي وله دقيقة. الليلة الفرحة لها عندي أبعاد، من بعد ما شاهدت حلمي حقيقة وأعلنت تفسيره على كل الأشهاد، هذا اللقاء حلمي وله دقيقة. جمع القبيلة عيد عن كل الأعياد، جمع القبيلة عيد عن كل الأعياد، وأهل القلوب المضنية ما تعيق تجمعت ربعي على خير ميعاد، والكل يفرح في مواجهة رفيقة. أنا 3 سنين في حرب وجهاد، حملت نفسي فوق ما لا تطيقه، واليوم أنا هني ويهناني يزداد وانزاح عني كل هم وضيقه، وحطيت لي في قمة المجد مقعاد يوم الفرح يلمع في عيني بريقة، يا أهل الوفاء والعرف من عصر الأجداد، يا أهل النوايا الصادقة والطريقة، نبع المحبة للمخاليق، ميراث من الضمائر تل وارد، ريقة بجاه من يمشي من المزن، رعاة أنه يبارك من مشى في طريقه ويحقق آمال بالخير، منقادا عن بخيره كل باقي الخليقة. السلام عليكم. مرحبا باللي لفانا ألف ترحيبه وحيه، مرحبا بالعيد يانا يا حلاها من هديه.